فكره بتتضايق من مشاعر زي مشاعر الفرحه اصلا. احنا مثلا عندنا في المجتمع بتاعنا الجميل كده لما نفرح نقول يا ساتر يا رب اللهم اجعله خير. مع ان هو مشاعر جميل، هو خير. في ناس بتخاف من الحزن فتهرب بكل حاجه، ما بيدوش وقت للحزن، ما بيدوش وقت للحزن. ناس تبقى غضبانه من جواها وتسكت الغضب ده. هو مش مطلوب منك انك تنكره، مطلوب منك تقف تفهم هو عايز يقول لك ايه. فدي اول حاجه، ان انت تفاليديت اللي بيحصل جواك، تتعرف عليهم، حتى بنسميها نامت تتامت. سمي الشعور عشان تعرف ايه اتعامل معاه ازاي، تتعامل معاه ازاي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في منظومه جوه قوي مبنيه من بدري جدا، منظومه كده فيها القيم والمعتقدات والافكار والحاجات اللي ايه اللي احنا كبرنا عليها من زمان. الحدوته اللي اتحكت عنا وحكيناها عن نفسنا وصدقناها، واللي متحكمه بشكل كبير جدا في ان ايه اللي بيزعلني وايه بيفرحني، ايه بيحمسني ايه مش بيحمسني، ومتحكمه في اختياراتي، في قراراتي، في علاقاتي. فالحدوته دي انا محتاجه ارجع واسمعها واعرفها واشوف ايه اللي فيها صح وايه اللي فيها مش صح، او ايه اللي عايز يتصحح مثلا وايه اللي عايز يتصحح. مش احنا كل ما بنعيش حياتنا بنتعلم حاجات وبنشوف ان احنا المفروض ان احنا ما كناش عملنا كده، طب هنصلحه بعدين. وايه اللي بيخلينا اصلا شايفين وعارفين ان دي مشاعري الحقيقيه بس انا عايزها على جنب. طب انا المفروض عارف انا هعمل ايه، بس بسكتهم شويه عشان انا مش عايزه اعمله دلوقتي. ايه اللي بيخلينا عارفين الصح بس ما بنعملوش، او مش عايزين نعمله، او حاسين انه مش وقته؟ ايه اللي بيخلينا نعمل كده؟ من وجهه نظري الشخصيه، الحدوته